أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة فوت كافي ديزاد، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة الكرة الجزائرية. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تدعوا الخوتنا في غزة وفي فلسطين، المعاناة اللي راهم يعانوا فيها والإبادة الجماعية اللي راهي تحصل لهم للأسف. إذا اليوم جينا نتكلموا عن موضوع مهم جدا، موضوع تاع المباراة تاع المنتخب الجزائري وكذلك المنتخب المصري. تكلمنا كثير وقلنا بأنه المنتخب يمر جانبا في المباريات الماضية، قلنا بأن هناك عدة أخطاء، لكن للأسف دائما المكابرة والتطبيل والتقديس دائما هو عدو النجاح الأول. وللأسف نطحنا فيه الآن، أصبحنا على واقع منتخب مفلس تكتيكيا، منتخب ما في حتى أمل. صراحة أنا بالنسبة لي ما فيه إلا غالب، يعني لما رانا ندمروا برك. للأسف هذه تراكمات. اليوم احنا كلامنا رجع وكأننا أعداء، رجع كلامنا يعني لا معنى له. معليش ما يهمش، احنا فقط نتمنى أن المنتخب نتاعنا يعود للانتصارات، ورغم ذلك نبقاو نقولوا إن شاء الله نصحوا الأخطاء. لكن باش الكلام تاعنا يكون اكثر منطقي، احنا اليوم ما نهضروش. انا اليوم جبت لكم فيديو تاع محلل بيومي، خالد بيومي، انا اللي اعتبره اكثر محلل بعيد عن الشعبويه، اكثر محلل يتكلم بمنطقيه وما ما يضربش البروصه صراحه، يعني يتكلم بصراحه سواء في المنتخب نتاعو ولا في المنتخبات الاخرى، عكس محللي البي ان سبور اللي 80 90% منهم لا علاقه، يعني كلهم تطبيل وعاطفه، واللي يشجع نادي معين واللي راكم تعرفوهم كامل. ولما تسالوا عن منتخب عربي يرجعوا لك افضل منتخب في العالم عاطفه فقط استحتافا للشعوب، كما العديد من القنوات العربيه. لكننا للامانه خالد بيومي نشوفه من اكثر الناس يعني منطقيه، على الاقل يعطي رايه كما هو، ما يهتمش بالاراء تاع الناس ولا بالعاطفه تاع الناس. يعطي لك اليوم الجرح مباشره. قبل ما نعطيكم الفيديوهات متتاليه، راح نعطيكم ملخص على واش قال وراح تسمعوهم بودنكم. تكلم على انه قال بانه من الهدف، قال بانه المنتخب الجزائري هذا الهدف تاع مصر يبين بانه ما كان حتى عمل من كاس العالم. قال من مباراه الكاميرون قال المفروض انه يكون عمل لتصحيح الاخطاء، لكن ما كاش عمل، ومباراه مصر تثبت ذلك. تكلم كذلك عن التغييرات واللي تكلمنا عليها في كثير من الاحيان. ما نروحش للتكتيك لانه التكتيك حاجه واحده اخرى، نبقاو فقط لو قبل ما نتكلموا في التكتيك التغييرات. هل مدربنا يوجد التغييرات؟ لا، المدربين يغيروا مباريات بالتغييرات، يغيروا تكتيكات بالمباريات، لكن المدرب نتاعنا عنده التغييرات حاجه هكذا شغل فورسي. كاين تغييرات ندير تغييرات، كون تقول له علاش درت التغيير الله غالب، جواريه ولا بوست بار بوست والسلام عليكم. وشفتوا دوك يتكلم بيومي، انت لما يطرد منك لاعب المدرب تاع المنتخب المصري وكانه يلعب في شطرنج، تغييرات بدل كاع التكتيك مباشرة، دخل ظهير ايسر وخرج لاعب الوسط اللي هو زيزو اللي يعتمد عليه في المرتدات. حنا شفنا امام السويد لما خرج بن سبعيني بالماضي قاعد يتفرج، خاف من اللاعبين ولا ما يعرفش، واحده من زوج، يا اما خاف من اللاعبين تاعو يا اما ما يعرفش يدير تغيير. وانا اعتقد انه الامر الثاني الاقرب. كذلك تكلم عن على انه ما شاهدش مباراه مصر، وانا قلتها من قبل، المدرب نتاعنا ما يشاهدش المباريات، ما يحضرش المباريات اصلا، يجي من قطر في اخر التربص وكانه يجي حواس يضرب فيها 10 ايام هنا وبعد يروح وكانه شي وحشي محصل. وهذا ينعكس على مستوى المنتخب، لانه المدرب المفروض عندك 5 سنين مع المنتخب تشوف تطور. احنا ما نشوفوش تطور، بالعكس نشوفوا انحدار. لماذا؟ لانه ما كاش عمل، ما يتبع لاعبيه. جامي ولا شفتو في الملعب يتبع اللاعبين تاعو عن قرب، جامي ولا شفتو في البطوله الجزائريه يتبع اللاعبين تاعو، ابار اذا كانت عارضه ولا كان كاش اشهار مع موبيليس ولا حاجه اخرى نشوفوا هنا. يا جماعه انا صراحه مانيش شيات، مانيش دبلوماسي، نتكلم الصراحه. كذلك الامر الاخر اللي تكلموا عليه الاخوه في الاستوديو تاع ابو ظبي، تكلموا كذلك على انه فيتوريا عمل كل شيء في المباراه وتلاعب به بالماضي كما يحلو له. وتكلموا على لقطه بن رحمه، لقطه بن رحمه راكم شفتوها في الفيديو اللي فات، ما نعطوهاش اكثر من حقها رغم انها كارثه لمنتخب بحجم الجزائر. الان اعزائي المشاهدين نخليكم الفيديوهات تشوفوها تباعا، بعد نرجعوا باش نودعكم. اسمعوا ونعودوا بعد. خالد بيومي، هل الفريقين التعادل بالنسبة لهم نتيجة عادلة؟ صراحة لا، يعني أنا عن نفسي إن المنتخب المصري يستحق الأفضل الأحسن، يستحق الفوز، لأنه لعب 10 70 دقيقة وكان أخطر كتير جدا. يمكن الكرة الخطر الوحيدة اللي شفناها في آخر حمزة سرار ترى يأيدك في الكلام، لأنه أكيد. أوكي. يعني أقول الصراحة لا، المنتخب المصري كان يستحق الأفضل.
فطبعا في امور كتيره جدا جدا. اولا روي فيتوريا وجهه نظري كشف جمال بالماضي في امور كتير جدا على المستوى الخططي. راضي عنه في مباراه اليوم؟ ممتاز. بص بقى، عكس مباراه زامبيا. ممكن تخسر ماتش الجزائر النهارده 2-1 بس انت بتلعب مباراه كبيره، صح. ودي ترضيك انت نفسيا. صح. تقول المنتخب كبير عادي ممكن تخسر، صح. لكن تكون سيء وتكسب 1-0 و2-0 وتطلع تهلل، هي دي المشكله. طبعا وجهه نظري ان روي فيتوريا يتفوق على جمال بالماضي في كل شيء، وكشف ان في اخطاء سلبيه عند جمال بالماضي لازم يعدلها. بعد كاس العالم كان المفروض يعدلها، ولكن مباراه مصر بتوضح للمنتخب الجزائري ان عنده سلبيات كتيره جدا قبل كاس الامم الافريقيه. اولا فيتوريا التشكيل كان اكثر من رائع بالاثنين لعيبه الارتكاز اللي هم قدام بوكس تو بوكس، زيزو وحمدي فتحي. دي واحد. اثنين، سيناريو المباراه لما لعيب يطرد عندك في الدقيقه 30 وتعمل التغييره بتاعتك وتنزل عمر كمال عبد الواحد وتخرج زيزو اللي هو اسرع لعيب ممكن يلعب الهجمه المرتده، ونجح انه يفرض امر معين على جمال بالماضي. ثالثا هي البدايه ال 4-2-3-1. في ماتش بلجيكا مصر لعبت 4-2-3-1. في الماتش بتاع النهارده فاجئ، وكأن جمال بالماضي شايف المنتخب المصري في مباراه واثنين وثلاثه واربعه، ما تابعش كل مباريات المنتخب المصري، وهو عنده محللين اداء المفروض يتابعوا كل مباريات المنتخب المصري، لان ده المنافس بتاعه في بطوله افريقيا. اربعه، التغييرات. ترجع لتغييرات روي فيتوريا وكيفيه الاستفاده منها، ودي هنرجع كمان بعديها لتغييرات المنتخب الجزائري. يعني علي جبر بعد ما تعب جدا نزل ياسر ابراهيم. تريزيجيه لانه تعب كتير نزل مرموش عمل هجمه مرتده. حمدي فتحي خرج فعلا انهك وكان واخد انذار وخايف الانذار الثاني، نزل طارق حامد لعب جنب النني. مصطفى محمد نزل بداله الشحات. وليه الشحات؟ لانه سريع في الهجمه المرتده مع صلاح. ديت. سادسا ال 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 المنتخب المصري في ال 100 دقيقه افقد المنتخب الجزائري اهم ميزه بيشتغل عليها جمال الماضي، وهي السرعه. أوكي. المنتخب المصري النهارده فرض تيمبو معين اسمه البطء على المنتخب الجزائري، خلى المنتخب الجزائري مكسور الجناح غير في 5-6 دقائق في الفتره الاخيره، وده كفاءه مدير فني وامكانيات مدير فني مع النقصان العددي اتحول لطرق كثيره جدا. 4-4-1، 4-2-3، 4-3-2 على حسب ما هو عاوز، وكيفيه تنفيذ اللعيبه كان رائع. المنتخب المصري اثبت اليوم انه منتخب فعلا كبير جدا جدا، حتى وان كان القماشه في مصر بتاعه اللعيبه اللي موجودين في الدوري اقل، ولكن يبقى انه فريق كبير. حمزه سرار تكلمت عن الكرات الثابته، نشوف الهدف اللي سجله حمدي فتحي اساسه كان كره ثابته ونتكلم عنها، وشو سبب المشكله في المنتخب الجزائري؟ هي نفس المشكل، هذا نفس طبق الاصل ضد الكاميرون اللي خرجتنا من كاس العالم، ان تلعب في الزاويه البعيده. الكره الاولى ما ناخذها، بس السكند بول او الكره الثانيه احنا مو جاهزين لها اصلا. فتمركز حارس المرمى عندي انا هنا خطا، لانك هناك تغلق في زاويه ومش حيسجل من الزاويه هناك. بس حتى الماركين المان تو مان ماركين فيه انت تشوف الحين في الدي ما فيه رقابه لصيقه على اللاعبين. فيه لاعبين في المصريين بس يعني عدد اكبر من اللاعبين الجزائريه. في الزاويه الثانيه ولا في الزاويه الاولى؟ ولا الاولى. فهناك لعيبه اكثر من المنتخب الجزائري، اكثر من المصريه عدديا، بس لا ولا مراقبه لصيقه مان تو مان، وهي حاجه يعني سهله جدا. وهذا شغل مره اخرى تاع تريننج جراوند، يعني شغل تاع تمرين كل يوم، خاصه كمنتخب لما يجيك اللعيبه ممكن تشتغل على امرين اثنين، وهي الكرات الثابته بنيه الهجوم. بنيه الهجوم للمنتخب بطيئه، والكرات الثابته ما ندفعهاش بصرام. انا اسف يا نواف، حاله الهدف تاكد ان جمال بالماضي ما اتفرجش على منتخب مصر خالص. تبي تقول لي مصر خطر جدا في الكرات العاليه. نشوف نفس الهدف وحمدي فتحي كانه المهاجم الوهمي في الفريق بالضبط. وحمدي فتحي من اهم لعيبه مصر في الكرات العاليه. هذه نفس الطريقه خالد؟ نفس الطريقه، بس في ثابته، دي متحركه والثانيه ثابته. احنا مميزين جدا في الكرات الثابته بالنسبه للكره العاليه، خصوصا عندنا قلوب الدفاع ممتازين فيها. غياب حجازي بيطلع علي جبر في الكور دي، ومحمد عبد المنعم نفس الموضوع. محمد عبد المنعم كسب الاهلي بطوله افريقيا في كره ثابته، وبالتالي الكره دي بتاكد ان جمال بالماضي ما شافش منتخب مصر. ليه؟ هنا في ادوار في خط الدفاع بالنسبه للمهاجمين. لما يكون عندك لعيبه طوال القامه، علي جبر ما يسابش كده قلب دفاع. انت بتلعب مان ولا بتلعب زون؟ انت بتلعب على الاوفسايد ولا بتلعب ان انت اقل توظيف؟ كل ده
يوريك ان جمال الماضي ما جهزش لعيبته صح وما قراش المنتخب المصري صح للامانه يعني. زي ما اشدنا بجمال الماضي قبل المباراه لازم نقول ان اخطاء جمال الماضي، لان احنا كلنا يهمنا منتخب الجزائر، احنا قناه عربيه يهمنا جدا منتخب الجزائر، يهمنا كمان وضع المنتخب الجزائري. الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها تحت الفاصل تحت الهواء اسماء كبيره جدا يتبناها اي مدير فني صح. وفره عديه، ومع ذلك اول تغييرات عملها جمال الماضي في الدقيقه 69 ومنتخب مصر ناقص لعيب من الدقيقه 30 ومنتخب مصر عمل تغييراته بشكل جيد، وانت ما عدلتش لا من اسلوبك ولا من تشكيلك ولا من تغييراتك غير في الدقيقه 69. مين اللي خسران، انت ولا منتخب مصر؟ وبالتالي تحجيم المنتخب المصري جمال الماضي ما قدرش عليه النهارده خالص. يعني حمزه اليوم جمال بالماضي تغييراته هل حل المشكله اللي في الفريق الجزائري، ولا لا المفروض المنتخب الجزائري من الاساس من المفروض ان خياراته تكون افضل؟ هو من الدخول ال 11 اللي بدات المباراه اليوم نورمالمون لازم تكون مختلفه عن ال 11 اللي هو وضع 11 لاعب في الملعب اليوم من بدايه المباراه، كانه متحفظ شويه خاصه في وسط الميدان. وفي المباراة هذه لازم لك الخبرة. إسلام سليماني اللي تكلمنا عليه قبل بداية المباراة لازم أن يكون موجود في مباراة مثل هذه. عوار ممكن يكون لازم موجود في مباراة مثل هذه. وهنا يعني اللقطة بينه وبين بن رحمة هنا لما خرج بن رحمة. عبر عن شو ها كابتن؟ فهذه أمور تحدث في كرة القدم، يعني الكل يبقى لازم يكون يحب، كل لعيب يحب يبقى فوق أرضية الميدان. لما خرج هو كلمه ممكن شيء وردة فعل من المدرب هذه ما تصير، لأنك كمدرب أنت لازم تقضم الأمور. بس تعبر إنه حتى المدرب تعبر إنه مش راضي على أداء اللاعبين. مش بس هذا، وحتى منرفز يعني. هو المفروض ما يكونش راضي على أدائه هو أساسا. لما يطلع لعيب بالشكل ده واللعيب ما كلموش، احنا في اوقات كتير جدا بننتقد اللعيب. صحيح. يجي مدير فني بحجم جمال الماضي ماسك منتخب كبير زي منتخب الجزائر، واحد من اهم المنتخبات العربيه والافريقيه، ويتعامل معاه بالشكل ده امام 25 متفرج في ملعب هزاع بن زايد. اعتقد ان لازم يتحاسب على جمال الماضي قبل ما نحاسب سعيد بن رحمه اللي ما اتكلمش، ما عملش اي حاجه. حتى لو اللاعب اخطا كابتن خالد، يعني لنفترض ان كان في خطا من اللاعب او ما قدم المستوى المطلوب، لا يمكن انك تتصرف مع لعيبه محترفين على هذا الليفل الدولي. لاعب وست هام تتصرف معاه بالطريقه هذه امام هذا الجمهور اللي كان حاضر مباراه اليوم، صراحه كان مظهر لا يمت للمباراه باي صله. كابتن علي، افترضنا سعيد بن رحمه متهور وضرب جبونيه، صحيح؟ شكلك ايه قدام لعيبتك قدام الجمهور؟ بس هو عملها. المفروض المدرب الذكي، اسف يا كابتن حمد، المدرب الذكي لما يكون لعيب طالع وهو كان لعيب وشايف ان الدنيا مش مكهربه يديله ظهره. حمزه حتى شو رايك؟ تلفظ بكلمه، لانه عملها مع سعيد بن رحمه، لانه هو متاكد ان سعيد بن رحمه مش حيعطيها رده فعل، لانه من الطف الاشخاص لو ما يعمل نفس الشيء مع اسلام سليمان على سبيل المثال، او مع اللاعب يوسف بلايلي، او محرز ممكن، او حتى ابو نجاح، لانه هو كانه ذهب الى اسهل تارجت، يعني هو الشخص اللي ما راح يعطيها رده فعل. فهذا شكله وحش في مباراه وديه ضد المنتخب المصري. اذا اعزائي المشاهدين راكم سمعتوا كلش، ما عندنا ما نزيدوا. رانا حنا تكلمنا من قبل من 2022 حنا نهضروا تقديس وطهي الشير داير حال. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.